جو اللاعب البرازيلي، ويطلق الآن حكم اللقاء عبيدة منصور صفرته مع انتهاء شوط المباراة، مع ابتداء شوط المباراة الأول. كرات خلفية هلالية الآن من تركي القحطاني إلى أحمد الدوخي. أحمد الدوخي أيضا يعود لمشاركة الهلال عقب انتهاء إيقاف مباراتين كانت لمباراة الرياض ثم مباراة النصر عقب إيقافه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم. محمد لطفي الآن وبداية هجمة هلالية ملعوبة لكن مقطوعة من الاتحاد إلى دانادوني. دانادوني أرضية بشكل جيد إلى دارسي البرازيلي من الناحية اليمنى. دارسي قدم مستوى جيد هذا اللاعب، وهو المحترف البرازيلي في صفوف فريق نادي الاتحاد، ومحاولة وخطأ لصالح فريق نادي الاتحاد. علي سهيل. علي سهيل يلعب كرة أمامية ناحية حمزة إدريس. محاولة بين حمزة إدريس وبين ليتانا، وحمزة يلعبها إلى دارسي بشكل جيد. دارسي يتمكن من الكرة ويمرها جيدة. الصقري الآن يحاول التسديد ولكن كرته الأرضية تمر سهلة إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح الظهير الهلالي الايسر. يحاول محمد لطفي تمريره اماميه ناحيه عبد الله الجمعان. عبد الله الجمعان لسيرجيو. سيرجيو يحاول يمر من اللاعبين من الاتحاد ويحاول التسديد ولكن كرته تخطئ المرمى وتخرج الى خارج ارض الملعب. تخرج الى خارج ارض الملعب. ملعوبه كره بعرض الملعب عاليه ومحاوله اتحاديه وتمر من الدعيه ومحاوله تسديد اخرى وتصدم في الدفاع وتعود الى عبد الله الجمعان الان داخل منطقه الجزاء الهلاليه. يبعدها ايضا عبد الله الجمعان. نفذ الكرة بسرعة أمامية. محاولة اتحادية جميلة إلى دارسي. دارسي حاول التسديد ولكن كرة دارسي أيضا لكن خلفية إلى دانادوني مرة أخرى. علي سهيل من الناحية اليسرى في الدقيقة العاشرة من زمن شوط المباراة الأول. تعادل سلبي بدون أهداف. علي سهيل من الناحية اليسرى أيضا. عمر الغامدي. عمر الغامدي يقطع الكرة ومحاولات ضغط هجومية لصالح فريق نادي الاتحاد خلال العشر دقائق السابقة. سامي الجابر. سامي الجابر يعود لصناعة اللعب في وسط فريق نادي الهلال. حمزة إدريس. حمزة إدريس ويتلقى التمريرة رائعة كانت من الصقري. الصقري لحمزة إدريس زحمة غزاء وإلى دارسي. دارسي يحاول هو المرمى والدعية يصدها وتعود متى الكرة عند محمد لطفي ومحمد لطفي يخرج الكرة إلى خارج أرض الملعب. لكن ما تزال الكرة لصالح فريق نادي الاتحاد. كان أخرج الكرة خارج منطقة الجزاء ووصلت الكرة الاتحادية أيضا تصل ناحية الصحفي. محمد الصحفي يمر بشكل جيد. اللاعب الدولي السابق محمد الصحفي يمر إلى دارسي صاحب الكرة الأخيرة كانت الاتحاد. صالح الصقري. علي سهيل. علي سهيل بالعرض إلى حمزة إدريس. حمزة إدريس يحاول المرور لكن مقطوعة. كرة تصل إلى سامي الجابر. محاولة هجمة مرتدة وهذه عادة مرة أخرى. الكرة الخطيرة كانت بتسديد دارسي وعبد الله جمعان كرة بعرض الملعب وسيرجيو. سيرجيو يحرز الهدف الأول. سيرجيو يحرز الهدف الأول للهلال بتمريرة عبد الله الجمعان. كانت كرة الرد الهلالية على كرة دارسي الاتحادية هدفا بقدم سيرجيو. كرة دارسي من رقم 8 من الاتحاد واجهها سيرجيو البرازيلي رقم 8 من الهلال ويحرز هدفا على يمين حسن خليفة. هذه عادة مرة أخرى وتمريرة كانت جيدة ورائعة جدا من عبد الله جمعان بالعرض وسيرجيو بلمسة واحدة وعلى يمين حسن خليفة في المقص الأيمن للمرمى الاتحادي ويحرز الهدف الأول للهلال في الدقيقة 12. سيرجيو البرازيلي يسجل أول أهدافه مع الهلال هذا الموسم في ثاني مشاركة له. هذه الآن محاولة هجمة اتحادية كرة بعرض الملعب لكن أيضا مقطوعة تصل إلى دانادوني. سيرجيو صاحب الهدف. كانت الكرة تميل للسيطرة الاتحادية على خط الوسط خاصة والهجوم ولكن الهجمة الهلالية توجت بهدف كما شاهدتم الآن. هذه محاولة كرة الآن اتحادية أيضا من الناحية اليمنى. محاولة إلى أحمد خريش. أحمد خريش كرة بعرض الملعب وعالية ناحية حمزة. حمزة يحاول بالراس لكن ليتانا أيضا قبله. سيرجيو كما تشاهدون دقيقة 13 هدف للهلال مقابل لا شيء للاتحاد. تمريرة إلى سامي شاص وخطأ لصالح الهلال انذار لصالح سامي شاص. هذه عادة مرة أخرى والخطأ الذي استحق عليه بطاقة صفراء وانذار
وأول إنذار في هذا اللقاء اليوم. سامي ينفذ الخطأ إلى عمر الغامدي الآن بالعرض إلى تركي القحطاني. أحمد خليل أيضا كرة عرضية إلى إيلي غاليتانا. عمر الغامدي، أحمد الدوخي. بدأ الانتشار الهلالي نشاهده خلال الدقيقتين السابقتين، طبعا بعد هدف الهلال الذي أحرزه سيرجيو كما ذكرت في الدقيقة 12. كرة من تركي القحطاني الآن بالعرض. محمد لطف. سامي الجابر يلعب كرة ساقطة إلى سيرجيو. سيرجيو الآن يحاول التسديد أيضا وتصطدم وتمر، ولكن خطأ. لكن هناك هدف. هناك سيرجيو ريكاردو يحرز الهدف الثاني. سيرجيو ريكاردو يحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 14. هذه عدم الرفض. شوف العادة والتسديد، تسديدة صدمت أيضا في المدافع الاتحادي طارق المولد ومرت على يسار حارس مرمى الاتحاد حسن خليفة، والهدف الثاني. هذه عدم الرفض. طبعا استمعت أنا إلى صفارة حكم اللقاء، وصافرة اللقاء كانت حكم اللقاء تشير إلى وجود هدف. وهذا سيرجيو والتسديدة واصطدمت في المدافع وتغير اتجاهها، وعلى يسار حسن خليفة، على يسار حسن خليفة حارس مرمى الاتحاد. وطبعا انفعالات مدرب الاتحاد إيفان كاترينيتش بهذه النتيجة المبكرة للهلال مع الدقيقة 15. سيرجيو يحرز هدفين، الأول كان في الدقيقة 12 ثم في الدقيقة 15. دانادوني إلى دارسي، يحاول مرور دارسي لكن تصل الكرة إلى صالح الصقري. الآن صالح الصقري يحاول التسديد من بعيد ولكن إلى خارج أرض الملعب. الهلال طبعا بالهدفين إلى الآن. سامي يمر كرة بالعارض إلى أحمد الدوخي، الآن في مكان جيد إلى أحمد الدوخي المنطلق من الناحية اليمنى. يحاول أحمد الدوخي، أمامه علي سهيل، يحاول أحمد الدوخي ولكن كرته تخرج إلى خارج أرض الملعب. واشترك مع سامي الجابر، وخطأ لصالح فريق نادي الاتحاد. سامي شاس، سامي أمامه أيضا مكان للتنفيذ وبجانب القائم الأيسر. سامي شاس اللاعب الاتحادي المتألق سجل هدف في مرمى فريق نادي النصر. من المعلومات والكثير من العبارات التي ستشاهدونها إن شاء الله خلال شوطي المباراة حول الدفاع المدني حول السلامة. وهذه تسديدة وتصطدم بالقائم سامي شاس يسدد كرة رائعة وترتطم بالقائم الأيمن. هذه عادة مرة أخرى، تسديدة قوية جدا وحتى مرت من محمد الدعيع، ولكن القائم الأيمن كان له كلمته وأبعد الكرة الاتحادية. محاولات ساوي شاس، هذه المحاولة الثانية، التسديد باليمنى، وكانت هناك محاولة رأسية أيضا. سمو الأمير بندر محمد رئيس نادي الهلال. طبعا الهلال حقق هذا الموسم بطولتين، بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد رحمه الله إن شاء الله، وبطولة كأس المؤسس أيضا رحمه الله. حوالي 25 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول. سيرجيو أحرز هدفين للهلال مقابل لا شيء للاتحاد. صالح الصقري إلى دانادوني مع دارسي في الهجوم، لكن يحاول الكرة ما تزال مع دانادوني، يحاول المرور مع ليتانا ودانادوني، وفاصل من المهارات بين ليتانا ودانادوني. دانادوني تخلص من الكرة بتمريرة تصل إلى دارسي. محاولات هجومية اتحادية من الناحية اليسرى الاتحادية وخطأ على سيرجيو، وانذار هنا، انذار على سيرجيو. كرة بالعرض ولكن محمد الدعيع ايضا بتوقيت سليم يستلمها وملعوبة ناحية سيرجيو يحاول من الناحية اليمنى مع دانادوني، يلعبها الى سامي الجابر. سامي الى سيرجيو مرة اخرى. سيرجيو يحاول المرور من صالح عمر الغامدي. سيرجيو الى عمر الغامدي الان من الناحية اليمنى. كرة خطيرة هلالية، كرة بعرض الملعب والجمعان يتركها الى الشلهوب يحاول الحصول على كرة بتمريرة الى سامي يحاول التسديد، تصدم في سيرجيو، تصل الى سامي مرة اخرى يسدد ولكن تخرج الكرة الى خارج ارض الملعب. تصل كرته الى احمد الدوخي من الناحية اليمنى. احمد تمرير الكرة بشكل جميل الى عبد الله جمعان الان يحاول مع احمد خريش. عبد الله يحاول المرور، يمر عبد الله جمعان ويحاول بكرة خطيرة ايضا داخل منطقة الجزاء لكن ايضا مقطوعة. تصل محاولة هلالية ايضا للناحية اليمنى. احمد الدوخي بكرة بعرض الملعب لكن تصل للاتحاد.
لصالح الصقري، كانت تمريرة من محمد الصحفي. يفتقد طبعا الاتحاد إلى خدمات عدد من اللاعبين، أحمد جميل، محمد الخليوي، فهد الخطيب، خميس السهراني، جاري قرني، وذلك بسبب الإصابة. وكرة الآن هلالية ملعوبة إلى عمر الغامدي والجمعان. جول! هدف هلالي ثالث من عبد الله الجمعان. عبد الله الجمعان يحرز الهدف الهلالي الثالث. كرة كانت ممررة من عمر الغامدي من الناحية اليمنى، وكانت كرة خطيرة فعلا من الناحية اليمنى، والجمعان بضربة رأسية نموذجية يحرز الهدف الهلالي الثالث. هذه عادة مرة أخرى، عمر الغامدي بالعرض وعبد الله الجمعان بالرأس وعلى يسار حسن خليفة. ذكرت انه عمر الغامدي عندما يشارك في الهجوم يكون فعلا خطير، وها هو يمرر الكرة التي جاء منها هدف الهلال الثالث. هذه كرة عبد الله الجمعان ورأسيته الى المرمى الاتحادي، والهدف الهلالي الثالث. كان تركي القحطاني يتلقى العلاج الطبيعي خارج ارض الملعب، كان يعاني من اصابة تركي القحطاني، ولكن الان يعود الى ارض الملعب. وثلاث اهداف هلالية خلال شوط المباراة الأول، ومع انقضاء النصف ساعة الأولى الآن من شوط المباراة الأول. سيرجيو أحرز هدفين للهلال، و عبد الله الجمعان يحرز الهدف الثاني. سامي الجابر يمر كرة أمامية لكن مقطوعة من طارق المولد. ذكرت غياب عدد من لاعبي فريق نادي الاتحاد، وكان من بينهم طبعا احمد جميل ومحمد الخليوي قلبي الدفاع في صفوف فريق نادي الاتحاد. ودارسي بعرض الملعب الى دانادوني، دارسي ملعوبه الى احمد خريج جيده، وكره بالعرض الى دانادوني، محاوله تمرير ازن زيد داخل منطقه الجزاء، محاوله تسديد، ومحمد الدعيع يتحصل على الكره بقدمه وبايده. محمد الدعيع، كرة كانت إلى صالح الصقري داخل منطقة الجزاء جيدة إلى الآن مع حراسة مرمى فريق نادي الهلال. دانادوني مع التسديد، وكرته باليسرى إلى خارج أرض الملعب. كرة تعتلي العارضة الهلالية إلى خارج أرض الملعب. إلى دانادوني بالعرض، سامي شاس، سامي أحمد خريش، كرة بعرض الملعب ينتصل إلى دارسي، كرة داخل منطقة الجزاء يحاول التسديد، ودارسي كرته إلى خارج أرض الملعب. الضائعة لفريق نادي الاتحاد. من الناحية المقابلة طبعا سيرجيو عبد الله الجمعان استغلوا بكل اقتدار الهجمات الهلالية. هذه إحدى الآن عبد الله الجمعان يمرر الكرة إلى المكان الخالي تماما بكل جودة في الكرة هذه وتمريرتها، وسامي الجابر يمر بشكل جيد أيضا، وكرة من الناحية اليمنى بعرض الملعب، الجمعان كرة باليسرى، كرة تسديدة قوية من عبد الله الجمعان. استغلال، تمكن فعلا في استغلال الهجمات المرتدة الهلالية. اتحاد لا شيء. سامي الجابر، سامي مرة أخرى، عمر الغامدي، تمريرة من سامي إلى سيرجيو، وسيرجيو في موقف تسلل. دارسي الكرة الاتحادية ملعوبة تصل إلى أحمد خريش الآن من الناحية اليمنى، أحمد خريش وكرة هجومية اتحادية بالعرض، أحمد خليل يبعد الكرة تصل إلى دانادوني، دارسي، تسديدة سامي شاس تصطدم في الدفاع الاتحادي وتصل إلى علي سهيل الآن يحاول يمر من اللاعبين، علي سهيل حاول التسديد، وليتانا بكل خبرة. هذه كرة خبرات فعلا ليتانا من مستوى متميز المنتخب الروماني في تلك المباريات. ملعوبة كرة بعرض الملعب، ومحمد الدعيع يخرج من مرمى بتوقيت جيد. ملعوبة أحمد الدوخي، نلعب في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول. 3 أهداف هلالية مقابل لا شيء للاتحاد. سيرجيو إلى تركي القحطاني إلى سيرجيو مرة أخرى. عمر الغامدي يحاول المرور لكن مقطوعة من طارق المولد. طارق لاعب منتخب المملكة للشباب، طارق المولد أيضا المنتخب الأولمبي. كل هؤلاء المنتخب الوطني إن شاء الله. خطأ للهلال لعمر الغامدي على سامي شاس. سامي عنده بطاقة إنذار صفراء. هناك أيضا سيرجيو من الهلال عنده بطاقة انذار صفراء. كرة بالعرض من أحمد الدوخي، محمد الشلهوب، أحمد الدوخي مع صالح الصقري، والكرة تخرج إلى رمية جانبية اتحادية. ملعوبة الآن من علي سهيل.
سيرجيو، سامي الجابري الى سيرجيو مره اخرى، يحاول المرور سيرجيو لاعب خطير. احمد يلعب كره الى سيرجيو، سيرجيو كره سريعه فعلا كانت الى محمد الشلهوب لكن ايضا مقطوعه، تصل لصالح الاتحاد. صالح الصقري، حمزه، صالح الى حمزه مره اخرى، حمزه محاوله هجمه اتحاديه ملعوبه، تصل الى حمزه داخل منطقه جزاء، وحمزه ادريس، حمزه ادريس يحرز الهدف الاتحادي، حمزه ادريس يحرز الهدف الاتحادي الاول مع نهايه شوط ال20 في هذا الموسم، والهدف الاتحادي الاول لتصبح النتيجه مع نهايه. ايضا يعيد حائط الصد، 6 لاعبين، دانادوني ينفذ وتصطدم في ليتانا، وتعود مره اخرى سامي شاس يحاول التسديد ومقطوعه من ليتانا ايضا. علي سهيل مره اخرى، كره بعرض الملعب ارضيه تصل الى حمزه ادريس، حمزه ادريس يحاول داخل منطقه الجزاء ولكن احمد خليل معه. وارجو كره اماميه الان، تصل الاتحاديه، محاوله تسديد، ومحمد الدعيع، محمد الدعيع، الصقري، سامي شاس، سامي للصقري لسامي مره اخرى لكن مقطوعه كرته، تصل الى تركي القحطاني. عبد الله الجمعاني يمر بشكل جيد، وصاحب الهدف الثالث عبد الله الجمعاني يمر من لاعبين ومن 3، ويحاول مره اخرى عبد الله الجمعان لكن كرته مقطوعه، تصل الى حمزه ادريس الان صاحب الهدف الاتحادي الوحيد في المباراه الى الان. حمزه، صالح الصقري، دانادوني يلعب كره ساقطه الى صالح الصقري، الى دارسي، الى صالح الصقري، محاوله داخل منطقه الجزاء وتدخل من فهد المفرج. دانادوني الان، دانادوني امامه كوكب من لاعبي فريق نادي الهلال. طبعا انتشار وقت الهجمه لفريق نادي الهلال هو ما ساعد على احراز هذه النتيجه خلال شوط المباراه الاول. ايضا الوسط الاتحادي لم يكن داعما لخط دفاعي خاصه في وقت الهجمه للهلاليه. سامي الجابر والذي عاد طبعا بعد انطلاق العلاج. فهد المفرج، كره اماميه لعبد الله الجمعان خلف المدافعين، عبد الله الجمعان يسدد كره ارضيه ولكن تصل الى حسن خليفه مقابل هدف واحد للاتحاد. دانادوني مقطوعه كرته، ترتد الى سيرجيو، الان سيرجيو يحاول المرور، طارق المولد معه ولكن حكم اللقاء احتسب خطا. وتغييرين للاتحاد. عبد الله جمعان مع التسديد، يسدد كره قويه وحسن خليفه يصدها حسن خليفه، والكره تخرج الى خارج ارض الملعب. الكره تخرج الى خارج ارض الملعب. ضربه ركنيه الاولى للهلال في المباراه الثانيه. هذه عاده مره اخرى، تسديده كانت في الزاويه. هي المباراه تاتي بين الاتحاد صاحب المركز الثالث ب 40 نقطه وبين الهلال صاحب المركز السابع ب 20 نقطه. الهلال لعب 14 مباراه والاتحاد لعب 16 مباراه. كره ملعوبه اتحاديه الان من الناحيه اليسرى، محاوله هجوم اتحاديه، محاوله من دانادوني الان، كره داخل منطقه الجزاء، هجمه اتحاديه لكن ايضا تغطيه من الدفاع، وتصل صالح الصقري، كره بعرض الملعب عاليه، وليتانا يبعد الكره، تصل الى دانادوني لكن ايضا مقطوعه، تصل بالعرض لصالح محمد الشلهوب. فهد المفرج، سيرجيو، الحسن اليامي، ملعوبه بالعرض الى دانادوني، سامي الجابر الان، محاوله هجمه هلاليه، سامي، احمد الدوخي من الناحيه اليمنى الهلاليه، احمد يحاول يمر من اللاعبين، احمد الدوخي وارتد بهجمه هلاليه الان، محاوله الى سيرجيو لعبد الله الجمعان، عبد الله الجمعان الى سامي الجابر، سامي في المكان الخالي يحاول تمرير الكره الى محمد الشلهوب لكن مقطوعه كرته من احمد خريش، ترتد هجمه اتحاديه الان، سامي شاس، الحسن اليامي يحاول من الناحيه اليمنى للاتحاد، وكره بعرض الملعب ولكن سهله. خليل الان، تركي القحطاني، يمر تركي من اللاعبين من الاتحاد ويحاول اختراق الهجوم ويحاول يمرر كره اماميه، يحاول سامي الجابر. 20 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، الهلال 3 أهداف والاتحاد هدف، ويتقدم أيضا حسن دوني، وكرة تمريرة جيدة للاتحاد، محاولة داخل منطقة الجزاء، محاولة أيضا للاتحاد، حاول تسديد الاتحاد، الهجوم الاتحادي، تصل محمد الشلهوب الآن، شلهوب إلى سامي، للشلهوب مرة أخرى لسامي بشكل جيد أيضا، يحاول المرور وخطأ
خطأ على مرأى ومسمع من حكم اللقاء، وكل ما يجري في الملعب أيضا على مرأى ومسمع من حكم اللقاء. هذه عادة مرة أخرى. طبعا ظهرت أيضا نتائج مثل هذه الكرات على محيا الأمير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال. هذا طبعا الأستاذ أحمد مسعود رئيس نادي الاتحاد. كرة اتحادية الآن من دندوني خلفية، ولكن محاولة من سامي الجابر الآن، ودندوني يبعد الكرة من داخل منطقة الجزاء الاتحادية. تصل إلى محمد أمين. محمد أمين مع تركي القحطاني. محمد أمين وتركي القحطاني. محمد بالعرض الكرة الحسن اليامي، كرة مقطوعة. تصل كرة اتحادية الآن، محاولة إلى حمزة إدريس. حمزة إدريس جميلة إلى محمد أمين، ولكن كرة تطول على محمد أمين وتخرج علي علي السير خارج أرض الملعب. ملعوبة الآن كرة أمامية للاتحاد الحسن اليامي داخل منطقة الجزاء. كرة إلى الحسن اليامي وضربة جزاء. ضربة جزاء، كرة داخل منطقة الجزاء خلف ليتانا وأمام حسن اليامي، وليتانا يتسبب في ضربة جزاء لصالح فريق نادي الاتحاد. مع الدرة أخرى تمريرة جيدة كانت إلى الحسن اليامي ويتعرض لإعاقة وضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح الاتحاد في المرمى. حمزة يسدد والهدف، الهدف الثاني للاتحاد. الهدف الثاني محمد الدعي. هذه عادة مرة أخرى. حمزة إدريس سدد في زاوية صعبة جدا على أي حارس، ومحمد الدعي أيضا اتجه للناحية اليمنى وهدف على يسار محمد أمين. الحسن اليامي. 3 تغييرات هلالية وتغييرين للاتحاد، و3 أهداف هلالية وهدفين للاتحاد. وسيرجيو الآن من الناحية اليسرى يحاول المرور مع حسين مبروك، لكن سيرجيو أيضا يحاول المرور. إلى تركي الشايع. تركي إلى سامي الجابر، إلى محمد الشلهوب. محمد الشلهوب خلف المدافعين لأحمد الدوخي. لاعب سريع أحمد الدوخي، وأيضا مع الصحفي وأحمد الدوخي والصحفي، والكرة تخرج إلى ضربة مرمى. الكرة تخرج عدم مرة أخرى، والكرة إلى خارج من زمن شوط المباراة الثاني. سامي الجابر الآن من بداية هجمة هلالية. سامي الجابر يحاول يلعب كرة إلى سيرجيو. سيرجيو يحاول داخل منطقة الجزاء، وكرة إلى خارج أرض الملعب. كرة إلى خارج أرض الملعب. فرصة ولا أحلى لسيرجيو البرازيلي. فرصة ولا أحلى إلى سيرجيو البرازيلي، يمر من 3 مدافعين ومن حارس المرمى أيضا، ويسدد بيسراه ولكن بجانب القائم. كرة بعرض الملعب من ضربة ركنية من تركي الشاعر، لكن أيضا مبعدة من دفاع الاتحاد. تصل للشلهوب. الشلهوب كرة باليمنى جميلة إلى أحمد الدوخي، ولكن بعيدة عن محاولات الاتحادية مع الدقائق الأخيرة. الآن سامي شاص يحاول يمر من اللاعبين، فعلا يمر سامي بالتمريرة أيضا إلى خالد الشمراني. خالد الشمراني يحاول داخل منطقة الجزاء الآن بالتمريرة، ومحاولة اتحادية تسديدة، ولكن أيضا مقطوعة من الدفاع الهلالي، بالتحديد من تركي الشايع العائد للدفاع. محمد الشلهوب، والشلهوب كرة المشتركة تخرج إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح الهلال. سامي شاص في أرض الملعب، إن شاء الله يقوم بالسلامة. وروح رياضية عالية بين سامي شاص وبين فهد المفرج ومحمد الشلهوب، اللي حاولوا طبعا علاج سامي شاص. دندوني وكرة عرض الملعب عالية، ومحمد الدعي يبعدها، لكن تصل كرة اتحادية محاولة بالراس، ولكن أيضا مقطوعة. تصلها الآن هجمة مرتدة إلى سامي الجابر. سامي الجابر يحاول في هجمة هلالية، يحاول يتقدم بالكرة، وتمرير أيضا للشلهوب. الشلهوب يتقدم ويعاق محمد الشلهوب، ويعاق محمد الشلهوب. والبطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء لأحمد خريش. البطاقة الحمراء لأحمد خريش. إعاقة طبعا كانت له محمد الشلهوب في وضع انفرادي ومن الخلف، والبطاقة الحمراء لأحمد خريش من الاتحاد. لا يشارك في هذا اللقاء عقب ابعاده في المباراة السابقة من فريق نادي الشباب بالبطاقة الحمراء أيضا. كرة ملعوبة من سامي الجابر داخل منطقة الجزاء إلى تركي الشايع، وتمر هجمة اتحادية لحسين مبروك مرة أخرى. يتقدم محاولة اتحادية للناحية اليمنى. محمد أمين يسدد كرة أرضية، ولكن محمد الدعي في المكان السليم يستلم الكرة. محمد الدعي يستلم الكرة. محمد الشلهوب
هجمه مرتده هلاليه. محمد الشرهوب الان يمرر الكره الى سيرجيو من الناحيه اليسرى يحاول بهجمه هلاليه. هجمه هلاليه سيرجيو، كره خطيره بعرض الملعب. سامي الان، سامي تسديد الى خارج ارض الملعب. سامي يا كره الى خارج ارض الملعب واثاره خلال الدقائق الاخيره من زمن شوط المباراه الثاني. كره كانت من سيرجيو، هذا فعلا سيرجيو بالعرض الى سامي الجابر، وسامي سدد ولكن كرته الى خارج ارض الملعب. محاولة اتحادية الآن إلى حمزة إدريس. حمزة إدريس صاحب الهدفين الاتحاديين وكرة بالعرض. فهد المفرج مع الكرة داخل منطقة الجزاء الهلالية وملعوبة إلى سيرجيو الآن وهجمة مرتدة هلالية. سيرجيو الآن من الناحية اليسرى يحاول سيرجيو يتقدم، منفرد بالمرمى، سيرجيو يمر بالحسن خليفة ويحرز الهدف الرابع وثلاثية سيرجيو اليوم هلالية، والهدف الرابع للهلال بتوقيع وبمجهود سيرجيو ريكارديو الظاهر امامنا على الشاشه. 4 اهداف هلاليه، 3 منها لسيرجيو، ومع الوقت مع انتهاء الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراه الثاني والتي تظهر نتيجته على المدرب الاتحادي ايفان كاتالانيتش. هجمه هلاليه كانت من الناحيه اليسرى انفرد بها سيرجيو ومر من حارس المرمى ومن المدافع وسددها وبين قدمين المدافع الاتحادي محمد الصحفي، والهدف الرابع للهلال بتوقيع سيرجيو ريكارديو اللاعب البرازيلي. اذا هدف هلالي رابع و4 اهداف هلاليه مقابل هدفين الاتحاد، وهذه هجمه اتحاديه محاوله لكن تصل الى محمد الدعيع. كره مع محمد الدعيع، ومع هذه الكره مشاهدي الكرام يطلق حكم اللقاء السيد عويضة منصور الحكم الدولي صافرته معلن انتهاء شوط المباراة الثاني من لقاء الهلال والاتحاد ضمن مسابقة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، وفي الأسبوع 21 بفوز فريق نادي الهلال ب4 أهداف مقابل هدفين للاتحاد.